السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى ولي المستكبرين الشرف. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن شيئا سهلا. ازيكم يا شباب، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الاف كونديشن. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن حاجة جديدة وهي الوين اكسبريشن. يعني ايه وين بالعربي؟ وين بالعربي تعني عندما بنستخدم وين لاتخاذ قرار بناء على قيمة معينة. يعني ايه الكلام دوت؟ اهوتك اللطيفة، يلا بينا. تعالى نفتح اندرويد الاستوديو بتاعنا ونشوف الكلام دوت بشكل عملي. هنيجي نمسح ده كله، وزي ما اتعودنا نعمل مين، واضغط انتر هيعمل لي الفانكشن مين بتاعتي. واجي اقول له مثلا عندي var number equal to. زي ما احنا قلنا الوين بتستخدم لاتخاذ قرار معين بناء على قيمه معينه. فانا عايز استخدم الوين في المثال دوت. بعمل ايه؟ باجي اكتب له وين WHEN بالشكل دوت، واضغط انتر، واجي اعمل قوسين شيفت واعمل قوسين بالشكل دوت، واقول له الشرط بتاعي اللي هو ايه؟ اللي هو النمبر، المتغير بتاعي دوت ماله. بطلع بره كده واقول له شيفت واعمل كيرلي براكتس بالشكل ده، واجي اقول له ان النمبر دوت لو هو مثلا بواحد، تمام، وبعمل بكتب واحد الشرط بتاعي اللي هو واحد. لو بيساوي واحد، لو النمبر بيساوي واحد بعمل ايه؟ وبعمل اندر سكول او داش ارو بالشكل دوت، واقول له برنت لين، واقول له مثلا اطبع لي فيه 1. تمام تمام. هنا انا بقول له، تعال نشرح واحده واحده. انا بقول له هنا ايه؟ بقول له وين عندما النمبر او الشرط بتاعي دوت بيساوي هنا اللي هو بواحد، لو هو بواحد هطبع لي 1. البرنت لين اطبع لي 1. طب لو هو مش بواحد مثلا، تعال قول له شرط تاني لو هو باتنين مثلا، اعمل لي ايه؟ هقول له بالشكل ده، اعمل لي كده، اقول له برنت لين 2، بس لازم نخليها 2. تمام تمام. طب لو هو مثلا مش ب 2، ب 3 مثلا، اجي اقول له بالشكل دوت، ماشي، برنت لين 3. ماشي. طب لو ما فيش شرط من ده اتحقق بعمل ايه؟ بقول له إلس غير ذلك، واضغط انتر بالشكل دوت، واقول له ايه؟ برنت لين مثلا unknown نمبر، مثلا رقم غير معروف. خلاص. واجي اقول له تعالى نعمل برنت ونشوف الكلام دوت هيطبع لي ايه. بس قبل ما نعمل برنت، المفروض احنا على شرحنا انا قلت له عندي var number equal to، يعني عندي المتغير ده بيساوي 2، وقلت له وين عندما المتغير دوت بيساوي 1 اطبع لي 1، لو بيساوي 2 اطبع لي 2، لو بيساوي 3 اطبع لي 3، لو else غير ذلك اطبع لي ان هو رقم غير معروف. هنعمل برنت، المفروض يطبع لي هو ب2 يطبع لي الشرط ده، صح؟ بالظبط، الشرط اتحقق وطبع لي 2. طب لو هو بيساوي يا باشمهندس مثلا 3، تعال نعمل برنت، طبع لي 3. طب لو هو مثلا ب5 ولا شرط اتحقق، يبقى يخش على الإلس، وهكذا. تمام. برضو عندي حاجات لطيفة جدا في الوين، وهي الرينجز. يعني انا ممكن احط رينج ارقام في الشرط بتاعي دوت. ممكن اقول له ايه؟ ممكن اجي هنا اقول له ان، لو عايز استخدم الرينج بستخدم كلمة ان، واقول له من 1 دوت 4 اطبع لي ان هو 1. ومثلا من 5، او ان 5 دوت مثلا اللي عندي 8، ومن 8 ان 8 دوت 10. تمام. ده رينج. يعني انا هنا لو حطيت رقم هنا 3، بتقع فين؟ بتقع بين الواحد والاربعه، فالشرط ده اللي هيتحقق. تعالى نعمل برنت اهو، طبع لي 1 عشان الثلاثه ديت ما بين الواحد والاربعه. طب يا باشمهندس لو عندي شرطين بيتحققوا، ايه اللي بيحصل؟ بياخد اول شرط منهم بيتحقق وبيطلع على طول ما بيكملش. خلاص كده احنا فهمنا الرينجز. احنا ممكن نستخدم الوين مع الرينج. في ايه تاني يا باشمهندس ممكن نستخدمه؟ ممكن نستخدم الوين كاكسبريشن، ان هي ترجع لي قيمه. ونستخدمها ازاي؟ تعال نشوف الكلام ده. باجي هنا بقول له عندي مثلا
اقول له عندي فال مسج ايكوال الوين، بقول له عندي فال متغير وبستخدم الوين على طول، بترجع لي بقى ايه وبخزن فيها. باجي هنا ممكن استخدمها مع الرنج عادي، وممكن نخزن فيها القيمه على طول كده اهوت بالشكل دوت كده. تمام. واجي هنا نشيل دي، واجي دي هنا نشيل دي. كده انا ايه بعمل ايه كده؟ برجع القيمه دي، القيمه اللي هترجع عندي هتتخزن في المسج. يعني أنا لو انا جيت هنا وطبعت مثلا عملت برنت مش هيطبع لي حاجه، لان انا ما عملتش برنت. يعني احنا خزنا القيمه في المسج بس ايه ما طبعناهاش. عايز اطبعها بطلع بره الويب بتاعتي كده واقول له برنت لين الايه المسج. تعال نطبع. طبع لي 1 لان احنا عندنا الشرط بتاعنا 3 ما بين الواحد والتلاته. ممكن استخدمها من غير رنج، ممكن اجي هنا امسح الرنج خالص واقول له 1، واجي هنا اقول له 2، اقول له 2، اقول له 2، واجي هنا اقول له 3. تعال بس نظبط دي بالشكل ده. تعال نعمل البرنت. المفروض احنا عندنا 3 يبقى هو اتباع لي سي دي صح. بس لازم كل قيمه هنا ترجع لي نفس الداتا تايب بتاع المتغير اللي هتخزن فيه الفاليو. تمام. لو عاوز انفذ اكتر من لاين عادي ممكن اجي هنا واعمل كده كيرلي براكتس بالشكل ده وانفذ اكتر من لاين. اقول له برنت مثلا برنت لين مثلا اي حاجه، واجي تحت منها اقول له ان الشرط ده لو اتحقق اقول له مثلا طبع لي 1. ماشي. اهم حاجه ان اخر سطر دوت لازم يكون نفس الريتيرن تايب بتاع المتغير بتاعي او الداتا تايب بتاعي زي ما وضحنا بالشكل ده. ممكن اجي هنا نفس الكلام اجي هنا مثلا اطبع لي 1 اهوت، هيطبع لي الكلام دوت وهطبع لي ال1. تعال نشوف. طبع لي بص طبع لي بالشكل دوت زي ما انت شايف كده. وفي حاجه لطيفه جدا عندي في الوين، وهي ان انا ممكن استخدم الوين بدون شرط. يعني ايه الكلام دوت؟ تعال نمسح ده كده خالص، واجي هنا اقول له وين، واجي اقول له هنا ان النمبر دوت ايكوال 1 اطبع لي 1. تمام. وهكذا. ممكن اجي هنا اقول له مثلا 2 3. تمام. وهنا اي شرط هيتحقق منهم هيطبع لي الرقم بتاعي. تعال نعمل برنت. طبعا لي 1. وبكده نكون انتهينا من شرح الوين. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.